سقطت قنبلة في برنامج الحكاية من خلال موضوع شيرين. كلام كتير، أهلها كانوا بيتكلموا، أخوها ووالدتها، وتم ذكر عدد من الأسماء في هذا الأمر. طبعا من تقاليد المرعية في هذا البرنامج هو حق الرد، إنه أي إنسان، وأنا قلت الكلام ده امبارح، أي إنسان اسمه جه في الكلام بتاع أسرة شيرين من حقه إنه يرد. معانا المنتجة الأستاذة سارة الطباخ. أهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ عمرو؟ بحيي حضرتك وفريق الاعداد كله. اهلا بيك. انت علاقتك ايه بالموضوع؟ يعني الاول انا عايز اعرف انت طرف في الحكايه دي ازاي؟ والله انا تم الزج باسمي في واحده خايفه على شيرين وبطمن عليها. انا بس حابه اشرح لك في الاول ان انا علاقتي بشيرين طيبه جدا، بقى لها فتره ما فيهاش مشكله خالص. الفتره الاخيره مش قريبين من بعض زي الاول، بس اخر رساله بعتها لها كان يوم عيد ميلادها، كان يوم 8/10، وانا بدعي ربنا انها تمر من المحنه اللي هي فيها دي بخير وسلام. امبارح في مداخله اخو شيرين مع حضرتك، هو اسند الي عبارات واتهامات من غير ما يقدم اي دليل لكلامه تماما. وانا عن نفسي هقدم طلب رسمي للتحقيق بالاتهامات اللي انا تم الاسنادها ليا دي في مكالمه حضرتك، لان مش معقوله اي حد عايز يقول كلمتين او يقول اسم جمله مفيده ده موضوع يعدي. طيب هو حضرتك اتفضلي. انا هشرح لك اللي حصل بالظبط عشان بس الراي العام نفسه يعرف ايه الحقيقه. اتفضلي. انا قاعده في بيتي عادي جدا الساعه 3 الفجر، جالي رساله ان في جالي رساله من استاذ حسام حبيب فنان ان شيرين عندها مشكله كبيره. فطبيعي كلمته، قال لي ان هو بيستغيث ان شيرين اتاخدت من بيت هي كانت مقيمه فيه عنوة بعد الضرب والسحل، وان هم اخذوها بملابس المنزل بدون حتى ما تكون لابسه حذاء في رجليها، وان هي مختفيه من يوم الخميس. فانا قلت له هدخل معايا حالا استاذ ياسر انطوش، المستشار ياسر انطوش، لان المستشار ياسر انطوش هو محامي شيرين موكلته، وهو المحامي بتاعي. وعلى فكره مش انا اللي معرفه شيرين على المستشار ياسر، زينه الفنانه زينه هو المحامي بتاعها، وهي اللي كانت عملت التعارف اللي ما بينهم في القضايا الاخيره اللي كانت ما بين حسام وشيرين. ايوه. فكانت المداخله حسام قال نفس الكلام اللي هو قاله، ان شيرين اتاخدت عنوه، وان احنا من يوم الخميس هي مختفيه، وان احنا مش عارفين مكان وجودها، وان هو قدر يعرف ان هي متواجده في مكان في النزهه. طبعا فورا قرر استاذ ياسر انطوش ان هو يحاول يتواصل مع حد. طب معلش عشان برضو الناس ما تعرفش خلفيات، انت علاقتك ايه بالمساله؟ يعني ليه حسام اما حصل له مشكله اتصل بيك انت؟ لا، اللي انا فاهماه ان حسام حاول يتواصل مع ناس كتيره جدا، وهو ما حدش ساعده، وهو يعلم علاقتي بمحامي شيرين. فهو اللي انا فاهماه كنت وقتها، واعتقد ده اللي كان نية حسام فيها، انه عايز يوصل للمستشار ياسر عشان هي موكلته. فهو ليه حق هنا وكاله انه يبحث عن موكلته. ايوه. وبعدين وده سبب دخول استاذ ياسر في المكالمه. استاذ ياسر حاول يتواصل مع السائق الخاص والمساعد الخاص لشيرين وما ردش عليه، وكلم وقتها نقيب الموسيقيين استاذ مصطفى كامل، واستاذ مصطفى كامل اكد له ان فعلا في مشكله. بالتالي اخذنا بعض ورحنا النزهه. انا ما اعرفش انا رايحه النزهه ايه المكان بالتحديد، بس انا رايحه. معلش برضو يا ساره عشان افهم، انت رحتي ليه؟ انا شيرين اعرفها من سنه 2000 انتوا صحاب قوي يعني؟ انا ما اعرفش. لا، احنا كنا عيش وملح في بيوت بعض، فاكيد يعني اكيد حتى لو حد صديق، يعني هنفترض عدم قربي الحالي من شيرين القريب، بس يعني لو حد كلمك قال لحضرتك ان صديق ليك اكلت في بيته عيش وملح مختفي ومضروب ومسحول واحنا عايزين ندور عليه، مش هتنزل؟ لا هنزل طبعا، بفهم بس. ده اللي انا عملته بالظبط. وبعدين رحتي طالعه النزهه تدوري المستشفى فين؟
رحنا المستشفى، سالنا عليها هناك، قالوا لنا مفيش حد بالاسم ده. حاولنا نقول لهم ان، وكان اوريدي محاميين المستشار موجودين، والمستشار نفسه انت كان رحتي موجود. لقيتي مين هناك يعني، انت وحسام؟ كان حسام لسه ما وصلش. اه. وحاولنا ان احنا نتاكد، طب هي موجوده، هي بخير، طب قولوا لنا هي لو موجوده تمام، بس احنا نطمن ان هي موجوده. طب انتوا بتقولوا ان هي مش موجوده ليه؟ احنا عندنا معلومه ان هي موجوده. فحاولنا نوصل بكل الطرق ان احنا نطمن ان شيرين في هذا المكان في سلام وفي امان وتمام. ده اللي احنا عايزينه، ده الهدف اصلا، سواء من مستشار او مني. فانتوا عرفتوا ان هي جوه المستشفى؟ احنا تاكدنا ان هي جوه المستشفى، وان هم رافضين يقولوا لنا ان هي جوه المستشفى. طيب هل هنا اتفضل حضرتك. جه حسام؟ حسام كان موجود. هو وكان في كمان صديقه موجوده، كانت على علاقه عمل مع شيرين قبل كده، كانت موجوده برضه عشان تطمن عليها، لان ابتدى الموضوع نحس ان شيرين ما احنا مش لاقيينها. هو مش طبيعي ان حد يختفي، تليفونها مقفول. على فكره انا كلمت استاذ طارق مدكور كذا مره، كلمت ميمي فؤاد كذا مره، كلمت صديقه مقربه من شيرين كان تليفونها مغلق، كلمت صديقه اخرى كانت متواجده مع شيرين في الحدث، ما كانتش بترد لغايه الساعه 12 الظهر. فين الساعه 12 كلمت واحنا اتاكدنا ان شيرين جوه. كلمت مساعده عند شيرين في المنزل وسالتها شيرين فين، قالت لي شيرين سافرت، وده قلقنا اكتر. طب إن هو ما كلمتوش امها او اخوها ليه؟ يعني دول اقرب ناس ممكن يكونوا ليها. والله هو ما القصه بتقول ان اخوها اللي ضربها. انت القصه اللي سمعتيها ان اخوها اللي ضربها، فانت قلتي لا يمكن اكلم اخوها اللي هو ضربها. وانا ما عنديش رقم جديد بصراحه بتاع محمد. وهو كان عنده رقمي، لو كان شايف ان هو بيعمل الحاجه الصح لشيرين كان كلمني. يعني احنا من 3 الفجر واقفين قدام المستشفى عايزين نطمن انها بس في امان. وبعدين شيرين كويسه. ردت مدبره المنزل قالت لك هي مسافره. بالظبط. فده خلانا نتوتر اكتر، ان طب ليه ما حدش بيقول لنا ان هي بالذات كمان كان في اخبار على موضوع الرباط الصليبي. وطبعا حضرتك عارف الموضوع الرباط الصليبي ده عشان يحصل ده يعني لازم تبقى خبطه جامده جدا. طيب هو ما اكيد حسام قال لك خلاص انت مش محتاجه تعرفي ايه الحكايه، لانه اكيد حسام قال لك ان هم خدوها من قدامي، لانه حسام كان موجود. حسام كان موجود، واعتقد كان في ناس اخرى موجوده. بس انا بالنسبه لي انا قصتي كلها ان شيرين تكون في امان. ان الست دي تستاهل كانسانه، واحده اكلت في بيتها عيش وملح، واعرف ولادها كويس، وانا اعرف شيرين من زمان جدا، ان شيرين تمام. فكان كل همي اني اشوفها، وكنت متخيله ان هي لو عندها اصابه او حاجه هنطمن عليها وهي تقول انا تمام، كله هيمشي. عايزه حد يقول لنا ان هي تمام. طلبت من بتوع الامن قولوا لنا انها كويسه وتمام. لا ما هو ما يقدرش يقول لك، لان انت مالكيش صفه يعني. انا ما اقصدش حاجه وحشه يعني، بس هو لازم اما يتكلم مع حد من اهلها. هو احنا مش عارفين اصلا ايه الموضوع. يعني برضو لازم حضرتك تبقى عارف ان انا ما عنديش فكره. طب حسام قال لك ايه؟ ان شيرين اتاخدت عنوان من المنزل بالضرب وبالسحل، وده من قبل اخوها، و10 كانوا موجودين في البيت. وده الكلام اللي كان موجود اتقال برضه الاستاذ ياسر، وده الكلام اللي حصل على روايه حسام، وان هي اتاخدت من يوم الخميس. فهل صحيح ان انتوا وقفتوا تحت تنادوا عليها بقى من الشباك وحاجات كده زي ما كتب في المواقع، ولا ده خيال علمي يعني؟ ده خيال علمي، وخيال ان انا كنت اخده الصحافه معايا. انا موجوده هناك من الساعه 3 الفجر، يعني تقريبا نازله بالبيجامه، فاكيد مش هاخد معايا صحافه وانا نازله بهذا المنظر. واي صحفي كان موجود هناك، وكل الساده الصحفيين المحترمين الافاضل اللي احنا عارفينهم كويس يعلموا جيدا ان انا اصلا كنت رافضه اي تواصل مع اي صحافه. انا ما كنتش رايحه غير عشان اطمن على شيرين عبد الوهاب. طب دلوقتي الوضع ايه؟ وضعك في الموضوع يعني بتعملوا ايه؟ هل لسه بتكلمي حسام؟ هل بتحاولوا تشوفوها؟ ايه الوضع؟ انا الموضوع دلوقتي مع مستشار ياسر. بس هو يعني انا بس عايزه اقول لاستاذ محمد عبد الوهاب حاجه. يعني هو اكتر واحد عارف شيرين عبد الوهاب عملت معاه هو شخصيا ايه. والاولى ان هو كان يحاول يتناول الموضوع بطريقه اخرى، او يتواصل معانا ويفهمنا الموقف
وساعتها كنا مشينا في اقل من ثانيه. يعني لان هو لو محمد، يعني محمد اكيد هياخد شيرين نيته كويسه لصالحها، تمام، بس هو انت بتساعد الناس انها تشوه صوره شيرين اكتر. الموضوع ما يتحلش بالطريقه دي. وشيرين مش صغيره، وشيرين ست عاقله، وشيرين ست واعيه، وشيرين ست قويه. هل وبعدين حسام قال لك ان شيرين محتاجه تتعالج؟ يعني هل البنت موجوده جوه المستشفى وهي اولا مش برضه محتاجه عشان تبقى تتعالج؟ حضرتك برضه فاهم ان احنا كلنا عارفين ان دكتور نبيل عبد المقصود هو اصلا دكتور شيرين. اعتقد ده معلومه مؤكده للجميع. ايوه فندم. وهو صرح تلفزيونيا ان هي بقت زي الفل. ايوه حضرتك فندم. اكيد برضه وصل لك المعلومه. طبعا يا فندم. فلما يبقى تصريح الطبيب المعالج للفنانه بيقول انها زي الفل، ويتقال انها اتاخدت عنوه الى مستشفى ومفيش اي نوع من انواع الاتصال معاها، ده بالنسبه لي كان علامه استفهام كبيره جدا. طب دكتور نبيل عبد المقصود فين؟ لا، هو علامه الاستفهام الاكبر. طب وهي المستشفى حجزتها ليه؟ طب ما هو هي برضه لو هي زي الفل، ساره، هي لو زي الفل المستشفى هتحجزها ليه؟ كانت المستشفى هتقول لها استاذه شيرين حضرتك اتفضلي، انت ما عندكيش اي حاجه، متشكرين جدا. هو اللي انا فاهماه من المكالمه بتاعت امبارح ان ده كان دخول الزامي، شيرين مش موجوده برضاها. بس برضو تقرير النيابه اللي جه اتقال ان هم جابوا المسؤولين بتوع المستشفى، والمسؤولين بتوع المستشفى قالوا كلام عكس اللي بيتقال انها المفروض تخرج، وهي المفروض ده لو شيء تسال فيه شيرين عبد الوهاب. ده احنا كلنا دلوقتي بنتكلم عن يعني عن موقفي انا، عن ذاتي، عن موقف استاذ ياسر انطوش عن ذاته، عن موقف الناس اللي كانت موجوده عن ذاتها. انما صاحبه هذا الامر هي شيرين الاولى والاخيره. انما انت علاقتك مع شيرين جيده، ما عندكيش مشاكل معاها؟ انا ما عنديش اي مشاكل. واصلا يعني لو حضرتك بتتكلم على امور فاتت، كان في مكالمه ثلاثيه بيني وما بين المستشار ياسر وما بين شيرين، وكان الموضوع عادي جدا، وانا على علاقه طيبه بيها، ما فيش اي مشاكل ما بيننا. ولو انا رحت، يعني لو انا رحت امبارح لشيرين، انا رحت حبا فيها ورحت خوفا عليها وعايزه اطمن عليها. انما التناول اللي احنا تناولناه لهذا الموضوع لا يصح بحجم فنانه كبيره زي شيرين عبد الوهاب. يعني شيرين احنا كلنا لينا في شيرين. شيرين صوت مصر الاول. شيرين صاحبتنا. احنا يعني كل ثقتنا في المستشفى ان هي اللي يعني لو شايفه ان شيرين كويسه وما عندهاش اي مشاكل تخرجها، ده طبيعي، ده اللي انا افهمه يعني. ودي حقيقه بقى، احنا بنتكلم في حاجه حقيقية. يعني احنا دلوقتي عندنا معلومتين حقيقيتين. المعلومه الاولى ان شيرين في المستشفى، المعلومه الثانيه انه لو هي بصحه جيده او ما عندهاش اي حاجه هيسيبوها تمشي. انا فاهم صح؟ ده برضو سؤال طبي بحت، انا ما افهموش. بس اللي انا افهمه ان منع اتصالات مع شيرين ده شيء بالنسبه لي انا ما اعرفوش. يعني ما اعرفش هل من حق مستشفى تمنع اي اتصالات تامه ما بين مريض واي شخص. انا ما عنديش رد يعني قاطع قانونا هل ده يصلح، هل ده الطبيعه هل ده الطبيعي، يعني هل ده الطبيعي. طب انا عايز اسالك سؤال، وانت بتقولي انك كنت قريبه من شيرين. يعني شيرين مشكلتها ايه؟ شيرين انسانه حساسه جدا، عاطفيه جدا، متسرعه في اوقات كتيره، انما قلبها طيب زي البسته البيضاء. عشان كده معظمنا ما بيزعلش من شيرين. ليه؟ عارفين ان شيرين متسرعه، انما شيرين من اطيب الناس، من اجدع الناس، خيرها على الكل، اولها اخوها. يعني شخص حساس جدا. شيرين شخصيه حساسه جدا. أكيد. المنتجة سارة الطباخ، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وحق الرد. هنا نطلع فاصل.